السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة معرض الكتاب. اسمي محمود خليل، مهندس وكاتب مصري. الكتابة عندي شغف وهواية منذ الصغر، لكن طبعت أول أعمالي من حوالي سنتين من خلال دار حابي اللي بوجه الشكر ليها واللي مديرها وصاحبها الأستاذ محمد طعيمة. رواية فيلا حلوان هي أول الروايات اللي كتبتها واللي نشرتها من خلال دار حابي. الرواية بتدور في إطار الصراع بين الخير والشر، والشر هنا ممثل في مجموعة من السحرة اللي بيشتغلوا بالسحر الأسود، وهنشوف خلال الرواية إزاي السحرة دول بياخدوا العهود اللي بتمكنهم من ممارسة السحر من الشيطان. والموضوع بيدور في الزمن الحالي وفي الأجواء الحالية. بنشوف إن هم ناس عادية جدا جدا، لكن ازاي بيعملوا ده وازاي بيوصلوا للقدرة دي، والصراع بينهم وبين بطل الرواية اللي هو راجل عادي جدا حياته كلها اتلخبطت. وان هي موجودة ان احنا نعمل سلسلة من فيلا حلوان ونكمل نشرها وطباعتها من خلال دار حابي، وده معتمد الى حد كبير على رد فعلكم وعلى رد فعل الجمهور وعلى مدى استمتاعه بالقصة. بتمنى لكم معرض سعيد ووقت سعيد في المعرض، وبشكركم على الفرصة اللي أتيحت لي إن أنا أتكلم معاكم.